بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبسند إلى سيدنا الإمام المؤلف سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه رحمة الله: الدائرة الثانية في التأصيل في الأصول والتفريع والتفصيل في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان. وقد تقدم لنا ذكر الدائرة الأولى، وهي دائرة الإسلام والإيمان. زادنا الله إسلاما وزادنا الله إيمانا، وحققنا بحقائق الإسلام والإيمان في كل شان وفي كل آن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث عن الدائرة الثانية التي بها يقوى الإسلام والإيمان ويرسخ ويثبت ويتعمق في باطن الإنسان حتى يصح علامات الإسلام فيه. ومن أجلها قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتتحقق بحقائق الإيمان وبعلاماته المذكورة في القرآن، وبما أشار إليه صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأنفسهم وعلى دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك. وما جاء من آيات إنما يؤمن بآياتنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فبواسطة هذا العلم والبيان والتأصيل في الأصول والتفريع والتفصيل في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان يوصل إلى عمق الإيمان وإلى التحقق بحقائق الإسلام والإيمان، فتكون دائرة اتساع وتعميق وتثبيت، بها يوصل إلى الدائرة التي بعدها وهي دائرة الإحسان. يقول عليه رحمة الله: اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وباطنه وظاهره لا بد فيه من علم وعمل. فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله، وإن كان وسيلة إلى العمل ولكنه أصل العمل ودليل العمل. وبذلك نعلم رتبة العمل ومنزلة العمل، وما ردد الرحمن تعالى لنا في القرآن وكرر علينا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن آمن وعمل صالحا إلى آيات كثيرة ربطت العمل الصالح بالإيمان. إذن فالعمل الصالح لا يصح إلا بعلم، فالعلم أساس ولكنه وسيلة إلى العمل. فمن الأعمال ما العلم وسيلة إليه، وبهذا يتبين شرف العلم على ذلك العمل. لكن من المعارف والأذواق ما هو نتيجة العمل، وذلك العلم الذوقي أشرف من العمل، بخلاف العلم بالأحكام والعلم بالمسائل التي يراد منها العمل بها وتطبيقها، فالعلم أشرف من العمل. ولكن العلم الذي ينتجه العمل وهو المعرفة الخاصة بالله تعالى والأذواق في معاني خطابه وخطاب رسوله، ذاك العلم أشرف من العمل لأنه نتيجة العمل. إذن فقولهم أن العلم أفضل من العمل صحيح بالوجه الأول، وهو العمل الذي يراد العلم لأجله، وهو نتيجة العلم أو لا يصح إلا بالعلم، فهذا العلم أشرف من ذلك العمل. وأما ما كان من العلم الذي ينتج بالعبادة وتثمره العبادة والأعمال الصالحة، فالعلم الثاني ذاك أشرف من هذا العمل، وهو
علم شريف ذوقي ممتزج بالعمل به، يكون العمل به عين العلم به، وهذا هو العلم اللدني، وهذا هو العلم الذي تثمره التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا هو العلم الذوقي، وهذا هو مرتع علوم الإحسان. إذن فالعلم بالنسبة للأعمال التي لا تصح إلا بذلك العلم هو أشرف، كما قال عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله، وهو للمؤمن وزيره وخليله. وهو أي العلم بأحكام الله وما أشهد إليه القرآن والسنة الغراء من علوم الإسلام والإيمان. فالعلم قال: وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهج وسبيله، بل هو أي العلم النافع وعلم الشريعة، علم الأحكام وما تعلق بذلك من علوم المعاملات وعلوم الاعتقادات وعلوم الإحسان أيضا، بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فأفضل العبادات كسب العلم النافع على وجه الإخلاص وبنية العمل به، فما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. وذكر في التعليق أن هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والحديث عند أحمد في المسند: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. كذلك قال في التعليق: أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما في كتاب العلم في باب ما جاء في فضل الفقه، وهو أيضا عند ابن ماجه: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أي ليس بفقيه. العابد الذي ليس بفقيه يتعرض لبطلان عبادته من حيث لا يشعر، ويحصل النقص في عبادته وترك شرط أو وقوع في مبطل أو ترك ركن من أركان العبادة، فتبطل العبادة، أو يقبل وسواس الشيطان بالعجب والكبر ما لا يقبله العالم، حتى يذكر عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى إمام المذهب، وهو تلميذ سيدنا الإمام الشافعي، أنه عند حضور الوفاة كان عنده بعض الجماعة ويقولون لا إله إلا الله، وتفاجئوا أن الإمام يقول لا لا لا، فعجبوا ما هذا، وإذا بأفاق من بعض سكرات الموت، وقال: كنتم تقولون شيء؟ قالوا: كنا نقول لا إله إلا الله وأنت تقول لا. قال: ما كنت أخاطبكم، ولكن إبليس وقف علي يعض أصابعه ويقول: لقد فتني يا أحمد. لكن بسبب العلم الذي عنده قال: ومراده أن أعجب بنفسي وأصدقه، فقلت: لا، لم تخرج الروح بعد، ولم أدري ما يكون حالي، فأنا لم أفتك حتى تخرج روحي على حال جميل. فما استطاع أن يدخل العجب على قلب الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال: فقلت له: لا لا، حتى ثم نطق بلا إله إلا الله، ومات عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قال: وفضل العالم على العابد، أي العابد غير العالم، كفضل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على غيره. وأيضا أسند هذا الحديث إلى الإمام الترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح، وكذلك رواه الدارمي عن مكحول مرسلا. ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة. فمن خير ما اكتسب العلم بالشريعة، ومجالس العلم بها تكفر الذنوب، وبها تكشف الكروب، وبها يرضى الرحمن سبحانه وتعالى ويسترضى الرحمن جل جلاله، وبها يحيا الدين تحيا حقائق الشريعة. فما أعظم شأن العلم لمن أخلص فيه لوجه الله تبارك وتعالى،
قال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جاء الحديث في الصحيح أيضا، وجاء في رواية الطبراني بزيادة ويلهمه رشده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. ويأتي الفقه بمعنى الفهم، فيقال فقها بمعنى فهم وزنا ومعنى. ويقال لمن صار الفقه له سجية فقها، ويقال لمن كثر فقهه فقها بضم القاف لمن كثر فقهه، وفقها بمعنى فهم، وفقها من صار الفقه له سجية وطبيعة من تبحره فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. فقال فحتم على كل مؤمن. ذكر الحديث أنه رواه الإمام البخاري. فحتم على كل مؤمن أن يجتهد في العلم الذي به معرفة دينه وقوة يقينه وتأصيل أصوله وتفصيل فروعه وفصوله، فيكون دليله إلى ربه ومعرفته، أي وإلى معرفته ورضاه وقربه، فيأخذ من كل علم من علوم الدين مما هو فرض ومسنون بطرف صالح. نعم، فالعلم الفرض المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما لا يصح الاعتقاد إلا به ومن علوم الإيمان، وما لا تصح العبادات إلا به من علوم الإسلام، وما يحصل به توقي الذنوب القلبية والتطهر من العيوب المعنوية من علوم الإحسان. فهذه هذا علم الفرض. كذلك ما يدخل فيه من المعاملات للمحتاج إلى المعاملة، فيصير فرض عين أن يتعلم حكم تلك المعاملة من بيع وشراء ووكالة وغير ذلك من أنواع المعاملات. فهذا علم الفرض. ما زاد على ذلك فهو المسنون. قال فيأخذ في كل علم من علوم الدين إسلام وإيمان وإحسان بطرف صالح، ولكن يأخذه كيف؟ من النت ومن جوجل أو من كتاب؟ قال عليه رحمة الله على أستاذ ناصح. فإنما يتلقى العلم من صدور الرجال ومن بيانهم، وبذلك اشتهر بين أهل الإسلام على مدى القرون من كان شيخ كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولذلك يقول شاعرهم ليس في الكتب والدفاتر علم، إنما العلم في صدور الرجال، كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. وقال قائلهم من يطلب العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. قال على أستاذ ناصح بحسب اتساع الوقت واغتنام الفرص وساعاتها. قال ما هذه العلوم الدينية؟ قال كالعقائد علوم الإيمان والفقه والتصوف وعلوم القرآن والسنة وآلاتها من معرفة اللغة العربية وعلومها وما يعين على فهم علوم الكتاب والسنة، فهي آلات. قال فيقصد بها وجه الله والتقرب إليه. فإن العلم أعظم أبواب الدين وأعظم أسباب القرب من رب العالمين، فبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره، ويعرف ربه وكبرياءه وغناه سبحانه وتعالى عنه وعن كل شيء وفضله عليه في جميع أمره. هذا علم من علوم الإيمان المرتبطة بعلوم الإحسان. فهذا العلم الأشرف الذي هو المقصود الأكبر من خلق السماوات والأرض وما بينهما،
في قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي الحكمة الكبرى والفائدة العظمى في هذا الخلق والتكوين، أن المكلف من هؤلاء الإنس والجن يصل إلى هذا العلم الأشرف لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة، وهي معرفة الإنسان بنقصه وعجزه وذله وفقره، ومعرفة زيادة معرفته بجلال الله وغناه وكبريائه وعظمته، العلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال، وإنما هو قيل وقال. إذن فالعلم خشية كله يعرف بذاك أهله. وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للعبد أحسن ميراد، به يعرف الإنسان حق إلهه، فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد، فذلك في تكرير درس وترداد. قد كان بعض أهل الاجتهاد من يكرر درسه وقبل أن يقرأ على شيخ وبعد أن يقرأ على شيخ، ويصلون إلى 10 و20 و25 مرة والأقل من ذلك والأكثر، حتى عندكم نماذج ممن كان يقرأ الدرس إلى مئات قبل القراءة على الشيخ وبعد القراءة على الشيخ، فيصل عدد قراءاته إلى 200 و300 وإلى 500 وهكذا. كان يقول بعض شيوخنا يقول لطلبة العلم يقرؤون عنده في المنهاج: من لم يطالع الدرس قبل القراءة عندي 20 مرة فلا يقرأ عندي ولا يحضر حلقتي ولا يجلس في مجلسي. فقال بعض تلامذته: فكنا ننذر أن نطالع 20 مرة، فننذره على أنفسنا ونطالع قبل القراءة على الشيخ 20 مرة، ثم بعد القراءة على الشيخ نراجع مطالعته. فبهذا يرسخ العلم ويقوى. قال: والعلم الذي لا يثمر خشية الله تعالى فليس هو من علوم الدين، لا يثمر زيادة معرفة الإنسان بعيوبه ليتنزه منها، ومعرفته بعجزه وذله وفقره اللازم له، اللازم لكل مخلوق، أنه عاجز وأنه ذليل وأنه فقير. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ويعرف عظمة ربه جل جلاله. والعلم خشية كله يعرف بذاك أهله. العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. قال: وهو إذا لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفات المنافقين. فكم من منافق عليم اللسان والعياذ بالله تعالى جاهل القلب. فكل علم لم يقرب إلى الله فليس من الله في شيء، وكل علم يقطع عن الله أو يصد عن ذكر الله فهو باسم الجهل أولى. وما يكون منه سببا للغفلة عن الله الموجبة للقسوة والاشتغال في قيل وقال والمراء والجدال فهو مذموم على كل حال. فكم هلك به من قوم ادعوا العلم وانقطعوا عن الحضور مع الله، وانقطعوا عن قراءة القرآن، وانقطعوا عن الأوراد والأذكار. ولذا كان يقول سيدنا الإمام مالك: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. وقال: وما نالوا به إلا الإثم واللوم، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي النقص بعد الكمال، ونقض ما أحكم وما ربط فيما قبل، مثل أن يطوي العمامة الإنسان على رأسه، وهذا يسمى الكور، يكور العمامة على رأسه حتى تكمل. والحور أن ينقض هذه العرى ويحلها فيصير بلا عمامة. وهكذا صار هذا مثل لمن يرجع بعد الإقبال، لمن يقصر بعد الاجتهاد، لمن ينقض ما فعله في سابق الأحوال.
فيقول أعوذ بك من الحور بعد الكور والخروج إلى الظلمة من النور. ومن ازداد علما ولم يزدد تواضعا وافتقارا إلى الله وخشية له فيه فما ازداد إلا جهلا. والعلم إذا لم يعد بنفع على صاحبه فالجهل منه أعود، يعني خير له. يعني كم من غير متوسع في العلم ولكن له قلب متواضع خاشع، فمنزلته عند الله كبيرة. ولهذا قال صاحب الحكم الإمام ابن عطاء الله عليه رحمة الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قال: ومثل في ذلك العمل فما هما إلا العلم والعمل وسيلتان إلى العبودية والخشوع والخضوع. يعني المراد من العلم ومن العمل بالعلم سقي النبتة التي ذكرها، سقي غرس الإسلام والإيمان في القلب. قال: فالعلم والعمل وسيلتان للعبودية والخشوع والخضوع لله تعالى في كل حال، ويزداد بذلك الإيمان واليقين. قال: نعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. قال: فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعين قلبه وما يزيد في دينه وقوة يقينه وقربه من ربه، ويراعي حاله في علمه على قدر مقامه وفهمه، ويأخذ صغار العلم قبل كباره، ويأخذ بالسند العلم المسند عن صالح الأمة. قال: وقد قدمنا أن الله سبحانه وتعالى بفضله اختصر أمور الدين في كلمتي الشهادتين ليكون الدخول في الدين أسهل شيء على المبتدئين بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم شرح معناهما سبحانه وتعالى معنى الشهادتين في بعض الآيات من القرآن في الذكر المبين، مثل آية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وآخر سورة الحشر، وأول سورة الحديد، وأول سورة الأنعام، فيها شرح لمعنى شهادة لا إله إلا الله ولمعنى شهادة أن محمد رسول الله. قال: ثم شرح تلك الآيات، آيات التوحيد والنبوة، شرحها بالقرآن العظيم ببقية القرآن العظيم، فصارت البذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآيات التوحيد والنبوة والرسالة شرح للا إله إلا الله محمد رسول الله، بقية القرآن شرح لتلك الآيات. ثم جعل السنة المحمدية شرحا للقرآن وتبيانا، ثم جعل كلام العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم شرحا للسنة إلى ما لا نهاية له، فكل راجع إلى الكلمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شرح الله معناهما بآيات في القرآن، وجعل باقي القرآن كالشرح لهذه الآيات، والسنة بيان وشرح للقرآن، وكلام العلماء من المتحققين بحقائق العلم والمذاهب الصحيحة عند أهل السنة كلهم شرح للسنة المطهرة. فرجع هذا شرح للسنة، والسنة شرح القرآن، وآيات القرآن شرح لآيات التوحيد والرسالة، وآيات التوحيد والرسالة شرح للا إله إلا الله محمد رسول الله. فرجع كل العلم وكل الاتساع فيه إلى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، حققنا الله بحقائقها وجعلنا من خواص أهلها. وبذا سمعنا شيخنا الحبيب عبد القادر يذكر ارتقاء العارفين في مقاماتهم بسر لا إله إلا الله في كل مقام من المقامات، وانكشاف الحقائق لبصائرهم، وانجلاء الحقائق، وارتقاؤهم في المراتب كله نتيجة عن لا إله إلا الله وعن سر لا إله إلا الله والتحقق بلا إله إلا الله. جعلنا الله من خواص أهلها، ومن أكثر منها حاضرا قلبه دخل في دوائر معانيها والتحقق بحقائقها. وهكذا إذا رسخت، وقد كان بعض مشايخ العلم في القرن الماضي هذا في طلبته قالوا لهم: بس الآن اسمعوا مني الحديث، وسرد سنده في الحديث إلى قوله قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله
لكن الشيخ سكت ما كمل الحديث، دخل الجنة بسبب سكت أنه مات. هو مات لما قال لهم، قالوا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله أصغى برقبته فإذا به مات هو. قالوا هذا كمل الحديث فعلا لا قولا. كمل الحديث دخل الجنة. قال هذا اللي بالفعل دخل هو، خلاص ما عاد كمل بلسانه. فإيش الذي جعله يعرض هذا الحديث ويأتي به في هذه الساعة عند الموت؟ لو لم يكن قد امتزج نور لا إله إلا الله بعقله وعلمه وفهمه، فعرض الحديث وما عاد كمله إلا بالفعل. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وسكت الشيخ لأنه مات، فحملوه ميت من ذاك المكان. وهكذا كان بعض العارفين قالوا حضرته الوفاة وكانت عنده زوجته، فأخذته تلقين لا إله إلا الله وهو في سكرات، ففتح عينيه قال: إن كان قصدك ذكر ربك فاذكري كيف شئت سرا أو جهرا، وإن أردت تلقيني فقد امتزج التوحيد بلحمي ودمي. ما احتاج حد يلاقينا. وقريبا قبل سنوات بعض الصالحات كان عندها زوجها وأولادها، حضرها الموت فأخذت تقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقنتهم هي وماتت. بدل ما يلقنونها هي لقنتهم، قالت: قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، قالت معهم فماتت. فهي بدل ما يذكرونها ذكرتهم هي وماتت على لا إله إلا الله، لكونها صالحة تقية قامت بحق الله وبحق زوجها وصبرت وعفت، فكان هذا آخر عمرها لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله. قال: ثم شرح تلك الآيات بالقرآن العظيم، ثم جعل السنة على محمد شرحا له، ثم جعل كلام العلماء شرحا للسنة إلى ما لا نهاية له. فكلام العلماء وحكمة الحكماء راجع إلى ذلك ودائر عليه، كل منهم على قدر حاله ومبلغ مقاله، فهم ورثة الرسل في ذلك. والرسل فضل الله بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وإن تأخر زمانه. فكذلك العلماء، أي بعض العلماء قد يتأخر زمانه ويفوق كثير ممن قبله. وكان مثل الرسل صلوات الله عليهم يأتوا في أزمان مختلفة، وليس كل من كان في الزمان الأول أفضل من الزمان الذي بعده. فأفضلهم بعد نبينا محمد سيدنا إبراهيم، وما جاء إلا بعد كثير من الأنبياء والرسل سيدنا إبراهيم. لا يكاد يحصى عدد الأنبياء قبل سيدنا إبراهيم، لأن الله لما قال: وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ثم جاء إبراهيم من بعدهم. وبعد إبراهيم في الفضل سيدنا موسى عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم عدد من الأنبياء. وبعد إبراهيم عيسى، وعيسى وقته متأخر قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد عيسى نوح، ونوح وقته متقدم جدا قبل إبراهيم وقبل عاد وقبل ثمود سيدنا نوح. فهكذا قال: فإن الله يؤتي الحكمة من يشاء متى شاء كما شاء، وفضل الله على هذه الأمة كالغيث الماطر، فكم ترك الأول للآخر، فليس لقدم العهد يفضل القائل ولا لتأخره يهضم المصيب، بل كل له بفضل الله نصيب. وشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أو عام سامع. ولا يظن الطالب أنه يبلغ التحقيق في جميع العلوم وإن طلب العلم 1000 سنة، فإن العلم بحر لا يدرك غوره، ولكن يأخذ نصيبه مما كتب الله له. وأما الإحاطة بالعلم فلا. قال ولد سيدنا لقمان للقمان: من يحيط بالعلم؟ قال له سيدنا لقمان: جميع الناس، يعني العلم الذي أوتيه الناس ما يحيط ببعض الناس، مجموع الناس، جميع الناس هم اللي يحيطون بهذا، يعني أنه مفرق فيهم، فلا واحد منهم يستوعب الكل، ولكن هذا يعلم شيء وهذا يعلم شيء. فالعلم الذي علمه الله الناس لا يحيط به إلا مجموع الناس، كل الناس، وليس بعضهم، والواحد لا يستطيع أن يحيط بالعلوم. ولكن قال: ولو لا ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء أحسنه. قدم العلم الواجب والأهم فالأهم، وعلى حسب ما يوسع الله لك فهمك
ويؤتيك من القوة والاستعداد والفراغ، فاتسع ما شئت وقل ربي زدني علما. وهذا زين الوجود أعلم الخلق على الإطلاق بالله، وأمر ربه أن يطلب الزيادة من العلم وقل ربي زدني علما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما دعت الحاجة إليه يقدمه، فإنه يحتاج أول إلى علم العقائد. جاب لنا خلاصة ونموذج لما يحتاجه المؤمن من العلم النافع له. قال جانب الإيمان والعقائد، فإنه يحتاج إلى علم العقائد فيما هو حتم أي واجب عليه من معرفة ما يجب لله ولرسوله ويجوز ويمتنع، فإن ذلك أول الواجبات، معرفة هذه الأحكام العقلية، الواجب والمستحيل والجائز في حق الله وحق رسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال فإن ذلك أول الواجبات وأصل كل العبادات. وبذلك يقول ابن رسلان في الزبد: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه، ويأخذ من إجماله إلى تفصيله ومن أوله إلى تكميله، فإنه بذلك تحصل له معرفة الله تعالى بالمعنى العام الذي عليه مدار الدين والإسلام. وهذا المعنى العام في معرفة صفات الله وما يجب واعتقاده وما يستحيل على الله، ومعرفة الجائز من فعل كل ممكن وتركه فعال لما يريد جل جلاله. فهذا العلم المتعلق بعلم التوحيد بعلم العقائد، قال هذا يورث المعرفة العامة بالله، لكن هذه المعرفة العامة أصل للمعرفة الخاصة. إذا لم تقم هذه على وجهها ما يصل إلى المعرفة الخاصة، فلا بد أن يقيم هذه المعرفة العامة بمعرفة علم التوحيد وما يجب لله ولرسله، وما يجب الإيمان وما يستحيل وما يجوز وما يجب الإيمان به من السمعيات وأخبار الغيب والآخرة. قال إذا أخذ هذا فهذا أصل للمعرفة الخاصة بالله جل جلاله وتعالى في علاه. قال فإن ذلك أول الواجبات وأفضل كل العبادات، ويأخذ من إجماله إلى تفصيله ومن أوله إلى تكميله، فإنه بذلك تحصل له معرفة الله تعالى بالمعنى العام الذي عليه مدار الدين والإسلام، وهو هي تحصيل هذا العلم بالتوحيد أصل المعنى الخاص الذي هو نور في القلب يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من الخواص. الله لا يحرمنا النصيب الوافي من ذلك. قال وليحذر كل الحذر من الاقتحام إلى علم الكلام، أي المبالغة فيه فيما لا يحتاج إليه والتفريع الزايد فيه، فإنه قد يوقعه في اللبس والارتياب، وقد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، وتدخل عليه الوساوس والأوهام، وربما أخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك أفتى كثير من الأعلام أنه حرام، وليس الأمر على إطلاقه، ولكن في من يوصل إلى التشكك، في من ليس له عقل يتسع لفهم الشبهة وفهم جوابها، هذا الذي يحرم عليه. وأما على وجه العموم ما يمكن أن يحرم. ومثله في ذلك علوم الأوائل من الكتابيين، يعني اليهود والنصارى وغيرهم، وما للمتأخرين من الحقائق والدقائق، فإنه وإن كان جميع ذلك يشتمل على علوم جمة ومنافع مهمة، لكن لا يقدر على استخراجها مع السلامة والميل من اعوجاجها إلا الفذ النادر الماهر في علم الباطن والظاهر. قال فلا باس على من هو كذلك أن يسلك هذه المسالك، على الأقوياء الذين يحتاجون لرد الشبه ويحتاجون لبيان ما أشكل على الأمة عند وقوع الإشكال، فهؤلاء لهم أن يتسعوا في هذه العلوم لأجل البيان ولأجل الإيضاح وإقامة الحجة. ومن كان ضعيفا يخاف على نفسه أن لا يفقه بعض المدارك أو أن يصل إلى الحيرة أو الشك والوهم، فحينئذ ينبغي أن يعرض عن ذلك، لأن حقائق الإيمان والمعرفة الخاصة ما تحصل بما شرحه أهل الفلسفة ولا بما شرحه علماء التوحيد في
تفريع المسائل في علم الكلام، ولا يحصل إلا بالعكوف على باب الله ودوام استشعار العظمة والعمل بما جاء به الشرع ودوام الحضور مع الله تعالى، يحصل به علم اليقين ويحصل به المعرفة الخاصة بتنزيه النفس عن رعوناتها، لا بمجرد فهم هذه القواعد وفهم هذه الترتيبات الكلامية. قال: وأما الفقه، هذا فيما يتعلق بالعقائد، فعامة المسلمين يحتاجون إلى ما أشارت إليه آيات القرآن، فيما أشار مثل آية الكرسي ومثل خواتيم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وأوائل سورة الأنعام، وآيات فيها أوصاف الحق وأفعاله وأوصاف الأنبياء والمرسلين وأخبار الآخرة والملائكة. هذا يكفي عموم المؤمنين الاعتقاد، وهو يوصلهم إلى مراتب كبيرة. وأما التصدي لبيان الشبه والرد على الملاحدة والرد أيضا على المبتدعة، فهذا من تمكن ورسخ، فيجب عليه أن يقوم بذلك ويبلغ حق الأمانة. ومن كان لا يتهيأ لذلك فلا ينبغي أن يشغل. كذلك ما كان من كلام المبتدعة وما كان من كلام الملاحدة غير منتشر وغير موجود في الواقع وفي المجتمع، لا ينبغي أن يذكر ولا ينبغي أن يقال إلا إن كان يتعرض هؤلاء الناس له فيكون حصن لهم، فيذكر لهم ذلك ليتحسنوا من الوقوع في الشك أو في تغيير المسار الصحيح. وأما ما لا يتعرضون له، وهو إما في القديم قد انقرض أو في بلدان بعيدة ما تصل إلى بلداننا، فما نحتاج الخوض فيه، لأنه يضيع لنا وقت ويضيع لنا فكر، ونحن أحوج ما نكون إلى الاستقامة وإلى الارتقاء فيما نحن بحاجة إليه. ولكن إذا طرأت الحاجة ونشر أهل الإلحاد كلامهم وتعرض له شبابنا، فنحتاج إلى أن نتبين المسائل ونوضح الأدلة ونتخاطب بها الناس ليكون حصنا لهم من الشبه الباطلة الزائفة التي لا أصل لها ولا حقيقة، ما عدا الترويج والتهريج وزخرف القول، وإلا لا حجة لا عند ملحد ولا عند كافر كائن ما كان ولا عند مبتدع، ما عدا ظنون وأوهام وسبك والصياغة للكلام يزخرفون بها القول، يجعلون العامي مرتبك والمبتدئ متشكك. وأما في الحقيقة ما لا حجة لأحد منهم ولا برهان عند أحد منهم، بل البرهان العقلي والبرهان النقلي ما يثبت إلا مسلك السنة والهدى وما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يتكلم على علم الفقه. قال: وأما الفقه الأحكام فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو فرض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، فهو مضطر إليه في قوام دينه ومفروضه ومسنونه، ولا بأس بالتوسع فيه والتوغل لمعرفة جميع الأعمال والأحوال والحرام والحلال والحرام، ولا يذم علمه بحال، ما يذم علم الفقه ومعرفة ما اجتهد فيه الأئمة وما وصلوا إليه وحققوه من المسائل. قال: إلا لما يقصد به من طلب الجاه والمال، فهذا يعرض للفقه، لا يذم الفقه من أجله، ولكن يذم حال الذي طلب الفقه بهذا الوصف، وهو وصف ماذا؟ وصف طلب الجاه، طلب الجاه والمال بسبب هذا، فيتعلم العلم لأجل المال، فهذا يقع في مصيبة كبيرة، لأنه صح في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. علم مما يراد بوجه الله لم يتعلمه إلا لأجل غرض من أغراض الدنيا. فلهذا يكون أمر عارض يجب يصحح في نيته. قال: وما يعرض أيضا أحيانا في الفقه من كثرة القيل والقال والمراء والجدال في مسائل دقيقة يتجادلون عليها جدال يخرج بهم عن إرادة التحقيق ومعرفة المسائل، فيما قال
هذا المذهب الصحيح وهذا المذهب الصحيح، كأمثال ما اشتهر بين أهل السنة من المذاهب الأربعة. فهذه مذاهب خدمت وقامت على الأساس الصحيح وبقيت في الأمة، استوعبت أكثر ما تحتاجه الأمة من المسائل في دينها، من اجتهاد الإمام أبي حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ومن جاء بعدهم في مذاهبهم ممن حرر المسائل. قال: فلا إشكال في هذا إلا من حيث كثرة القيل والقال، حتى يأتون إلى بعض الفرعيات ويصلون إلى أن يكرر هذا الصلاة خلف هذا وهذا خلف هذا، فهذا أمر يخرج عن الأساس وعن القواعد في احترام اجتهاد المجتهدين المتأهلين المتهيئين. ويشبه الحال حال الصحابة عليهم الرضوان لما قال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فالذين وصلهم النداء متأخر وخرجوا أدركهم وقت الصلاة فاجتهدوا، فجماعة منهم قالوا إن مراد النبي أن نسرع بالخروج لا أن نفوت وقت الفريضة، إن الصلاة كانت مكتبا موقوتا، فنصلي في الطريق ثم نلحق به إلى بني قريظة. قال الآخرون: إنه المشرع وهو القائل لنا لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة، وإن غربت الشمس وإن خرج الوقت لا علينا من ذلك. فوصلوا هؤلاء وهؤلاء اجتهاد صحيح، ما أحد منهم اتبع الهوى ولا أحد منهم جاء برأيه، ولكن اجتهادهم في قول النبي: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما مراده بذلك. فلما وصلوا وأخبروا بفريق صلوا وفريق آخر لم يعنف أحدا منهم وأقرهم كلهم صلوا. فهذه مذاهب العلماء الصحيحة، هذا أصلها اجتهاد في النص بأهلية وتأهل لذلك، يستنتج منه حكما فيكون مقبول، هذا وهذا يكون مقبولا وهكذا. وسيدنا الإمام الشافعي صلى مرة الصبح بجوار قبر أبي حنيفة فأسر بالبسملة والقنوت، فقال له: هل تغير مذهبه؟ قال: لا، يعني لا يزال الدليل عندي قائم على سنية الجهر بالبسملة وسنية القنوت. قال: ولكن فعلت ذلك أدبا مع هذا الإمام، أدب مع هذا الإمام. والإمام قد توفي في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، حتى قال بعض أهل التاريخ أنه في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، فقالوا في نفس اليوم مات إمام وولد إمام، وجاء عليه رضوان الله بعلمه الواسع، وهذا أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأما يقول ما يعرض من كثرة القيل وقال المراء والجدال أو الغفلة بالاشتغال في فروع نادرة ما تقع عن ذكر الله والدار الآخرة، يعني يتحاورون في مسائل نادرة في الفقه ويمروا اليوم عليهم ما لهم مجلس ذكر، ولا يتفكرون في الآخرة ولا في المصير. قال: فقد تحصل بذلك قسوة القلوب ويفوت ما هو أهم منه مما هو واجب أو مندوب، فمن سلك بفقه هذه المسالك فهو بعين ما أراد به النجاة منه أول هالك. قال: وأما من اتسع في علوم الفقه وعرف اجتهادات الأئمة وتفريع مسائلهم، لكنه ذكره بالله وذكر الله فيه، أما من ذكره بالله وذكر الله تعالى فيه وأكثر من ذكر الله تعالى في خلاله، وتحفظ من آفاته ومرائه وجداله وقصد به وجه الله تعالى، فإنه له من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. قال: فإنه من ذكر الله، هو رجع من ذكر الله تعالى، فإنه من ذكر الله، فإن ذكر أحكام الله من ذكر الله. قال: وقد جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأحكام في الآيات في كتاب الله. أيوة، قال: وتقرأ جميعها في الصلاة، حتى في الصلاة نقرأ أحكام نكاح وأحكام طلاق وأحكام بيع وأحكام سرقة وسط القرآن، حتى وسط الصلاة نقرأها، ترجع من ذكر الله، لأن لا نغفل بها عن الله ولا تأخذنا بها مشاعرنا إلى بقول لفلان وبزيد على فلان، بل نريد بها وجه الله تبارك وتعالى. قال: فإذا كان الاتساع في الفقه بهذا المعنى فهذا من أفضل الأعمال وأفضل القربات، ولا يذم بحال.
إنما الطوارئ التي تطرأ من عجب أو رياء أو قصد جاه أو مال أو جدال عقيم يوغر الصدور أو اتساع في فروع نادرة مع الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة، فهذا هو الإشكال. أما إذا سلم من هذا وقصد بوجه الله تحول العلم نفسه إلى ذكر لله تبارك وتعالى. وهكذا قال وكان في سادتنا الخلفاء الأربعة مثل في الحضور مع الله تبارك وتعالى، فهم في علومهم وأعمالهم وفي حكمهم وخلافتهم ما يخرجون عن الحضور مع الله. قال وكان يغلب على سيدنا أبي بكر الصديق ذكر لا إله إلا الله، حتى عندما يتكلم مع الآخر يخلط كلامه بذكر لا إله إلا الله، وكل ما تكلم كلمات قال لا إله إلا الله ورجع إلى كلامه. قالوا وكان يغلب على سيدنا عمر بن الخطاب التكبير، حتى لما يتكلم إذا تكلم كلمات كبر ورجع ويتكلم ويكبر ويغلب عليه التكبير. قالوا سيدنا عثمان كان يغلب عليه التسبيح، فكلما تكلم كلمات سبح. وقالوا وكان سيدنا علي يغلب عليه الحمد، وكان كلما تكلم حمد الله، وكلما قال شيء حمد، وكلما جلس حمد الله. وكان سيدنا جعفر الصادق يفسر معنى اللطيف، يقول غلب على أبا بكر شهود الجلال فاستغرق بلا إله إلا الله، وغلب على سيدنا عمر شهود العظمة فاستغرق بذكر الله أكبر، وغلب على عثمان ذكر التنزيه فاستغرق بالتسبيح، وغلب على سيدنا علي رؤية الفضل والإحسان فغلب عليه الحمد لله. قال فتوزعت الأذكار الأربعة التي باقات الصالحات بين الخلفاء الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا قال كان الإمام الحداد حتى عند كلامه مع الناس في مدة ما يستمع إلى كلام الآخر يشتغل بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يكلمه بكلمات. وسأله مرة تلميذه الشيخ الحساوي ثم عاد السؤال إليه ثم قال له إذا حصلتم منا الجواب اليسير فاكتفوا به، فإننا نتكلف الحضور معكم تكلفا. قال قلوبنا مشدودة مأخوذة مع الله، ونحن نتكلف الحضور معكم من أجل خدمة العلم، فلا تكح علي، لا تكثر كلام، خذ الجواب اليسير واكتفي به. وهكذا كان يقول من معه سلام لنا من أحد أو رسالة أو خبر فلا يكلمنا ولا يبلغنا ذلك وقت خروجنا للصلاة، فإن نخرج بجمعية على الله تبارك وتعالى، لكن تعال بعد الصلاة وتكلم. ولذا ذكروا أنه مرة كبر تكبيرة الحرام فانشق الجدار، يقول الله أكبر وانشق الجدار من تكبيرة عبد الله الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا كان حالهم مع الله سبحانه وتعالى. قال هل هذا العلم لا إشكال عليهم فيه، وكلما زاد نورهم. وقد قال جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأحكام في الآيات في كتاب الله تقرأ جميعها في الصلاة، فتكون كلها صلاة لرجوعها إلى ذكر الله والحضور مع الله. فما موجب القرب إلا الحضور مع الله، ما موجب القرب إلا الحضور مع الله. شفت الكلام العجيب، ما موجب القرب إلا الحضور مع الله، وما علة البعد إلا الغفلة عن الله. هي سبب البعد. إن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. قال وإن كان في أعظم أبواب الدين إذا في الغفلة فهو بعد، فانظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة لغلبة العادة فيه على العبادة. وقلت الحضور مع الله فيه قل أن يظهر أثره على القائم به وتحصل له السعادة كما حصلت لأويس القرني سيد التابعين رضي الله عنه. ببر والدته ارتفع قدره، ببر والدته ذكره رسول الله، ببر والدته وصل إلى المنزلة التي يقول النبي فيها لسيدنا عمر وسيدنا علي يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتماه فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. من هذا؟ أويس القرني سيد التابعين، أراد أن يسافر المدينة للقاء النبي فبنعته أمه فجلس يبر بها، يبر ويقوم ببرها حتى توفيت، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركه، لكن النبي ذكره. ولهذا لما جاء النص فيه قالوا هو سيد التابعين أويس القرني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من قبيلة مراد من فخذ يقال له قرن،
ولا يزال موطنه معروف، وقبر أمه أيضا في قبيلة مراد إلى الآن في اليمن معروف قبره، ولكنه سافر بعد ذلك والتقى بسيدنا عمر وسيدنا علي في أيام خلافة سيدنا عمر، حتى يقول إن سيدنا عمر في بعض الروايات لما أوصاني رسول الله أن أطلب منه الاستغفار جعلت أنا أبحث عنه فما وجدته في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر الصديق ولا في جزء من الخلافة، ثم وجده في أيام الحج. سأل أهل المطاف كانوا في يمن، قال قفوا فوقفوا، قال اجلسوا إلا من كان من اليمن فبقي مجموعة، قال اجلسوا إلا من كان من مراد فبقي عدد، قال اجلسوا إلا من كان من قرن بقي واحد شيخ، قال أنت قرني، قال هل تعرف ويس بن عامر؟ قال هذا ابن أخ لي وهو حقير ما يصح أن أرفعه إليك به وبه، قال بك لا به. سيدنا عمر قال هذا الأوصاف الدنيا بك لا به. أين صاحبكم هذا؟ قال يرعى إبل لنا في حوالي عرفة. فركب مع سيدنا علي وجدوه يصلي والإبل ترعى حوله، إبل الجماعة اللي خرج معهم من اليمن. فسلموا عليه، حس بهم فخفف الصلاة لم يكن لقيهم قبل ذلك. سلم، قال سأله سيدنا عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله. قال قد عرفت الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك الذي تدعوك بأمك وأمك سمتك من؟ قال أنا عامر، أنا اسمه أويس. قالوا له ابن عامر؟ قال نعم. قال كانت لك أم وأنت كنت برا بها؟ قال نعم. قالوا سيدنا عمر وكان بك برص فبرأت منه إلا موضع لمعة تحت منكبك الأيسر؟ قال من أنتم الذين شهر الله لكم حالي؟ من؟ قال سيدنا علي أما هذا فعمر أمير المؤمنين وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فاهتز وقام يسلم عليهم ورد عليهم السلام وقال جزاكم الله عن أمتي محمد خيرا. قالوا أنت جزاك الله عن نفسك خيرا. من شهر لكم حالي؟ من ذكر لكم هذه الأخبار الخاصة؟ قال رسول الله. قال ذكرني؟ قالوا نعم. قال ذكرني بنفسه؟ قالوا ذكرك باسمك واسم قبيلتك وأبيك وأمك. بكاء واستعبر سيدنا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا استغفر لنا، قال أنا استغفر لكم، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باب المدينة العلم. قال رسول الله أمرنا بذلك. بكى واستغفر وجلس يتحاور مع سيدنا عمر وقال له أتيك بزاد ونفقة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، عندي 4 دراهم من رعي الإبل هذه، متى تراني أنفقها؟ وعلي هذان الثوبان متى تراني أبليهما؟ إن بين يدي ويدك عقبة كأدة لا يجوزها إلا المخفون. بكى سيدنا عمر، ضرب الأرض بالدرة وقال من يأخذ الخلافة بما فيها؟ وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. ثم قال له إلى أين تذهب؟ قال إلى البصرة. قال له أكتب لك إلى عميل؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فهذا الموعد فهذا المكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بنفقة؟ قال يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك إلا الحوض. على الحوض إن شاء الله نلتقي هناك على حوض النبي، في الدنيا خلاص يكفي هذا المسألة. وودعه سيدنا عمر ومشى بكين، ثم خرج إلى العراق وبقي مدة. ثم أيام سيدنا علي دخل معه في صفين فقتل مع سيدنا علي بن أبي طالب على أصح الأقوال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا ببر والدته. قال كثير من الناس يبرون آبائهم لكن من دون حضور مع الله ومن دون قصد لوجه الله، لكونه عادة المجتمع عادة البلد أو ليقول الناس أنه بار، فما يحصل له شيء من اللي حصل لأويس. قال وهذا مثال كل علم وكل عمل لا يحضر القلب فيه مع الله ويقصد بوجه الله نتيجته ما تحصل، لكن إذا حضر القلب مع الله وقصد بوجه الله يحصل نتيجة العلم، تحصل نتيجة العمل وتؤثر على الإنسان. هذا في علم الفقه. قال أما التصوف فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو واجب من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب والإعجاب والاختصاص وتنزيه القلب من الخبائث
الموبقة بالسير على طريق الخواص، فبه تصفية الأعمال وصفاء القلوب، هذا علم الإحسان، واستعدادها لمنازلة المعرفة بالله تعالى ومطالعة الغيوب، فهو لعمري مجمع صفوة الدين ومطلع أعمال المتقين ومنبع شراب المعرفة وحمية اليقين. وهو الكاس اللي قال له حمية الذي فيه الشراب، وحمية اليقين. فمن لم يذق منه مذاقا من علم تصفية النفس تزكية النفس علم التصوف، من لم يذق منه مذاقا ولم يكتسب منه أخلاقا فقد خسر وإن نال علم الأولين والآخرين. ما يفيد علمه إذا لم يأخذ هذا العلم المنقي للقلب عن الرعونات المنزه للنفس عن ذميم الصفات. قال ولو عنده علم الأولين والآخرين وما عنده شيء من هذا العلم ما يفيد ذلك، لا إله إلا الله. لكنه لخفائه علم التصوف قل أن يوقف عليه، ولعزته يندر أن يتوصل إليه، فكم ادعاه من ليس له من أهله ولبس فيه على كثير بمجرد غروره وجهله، ولا يناله بالكسب إلا الفذ النادر على يد الشيخ الكامل الماهر. إلا أن مواهب الله لم تزل بأهله نازلة، ونفحات جودة على من صحبهم وجالسهم وأحبهم أبدا هاطلة، سحائب الجود تهطل عليهم، ومطالعة كتبهم ومذاكرة أحوالهم وفضلهم ترياق مجرب لعلل القلوب وصحة التوبة وغفران الذنوب، ومجالستهم وتكثير سوادهم والاهتداء بأنوارهم والاقتداء بآثارهم مع الصدق معهم والاعتراف بنقص الأوصاف وسوء الاقتراف مفتاح الفتح ومشاهدة الغيوب. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ومن أحبهم لحق بهم ولا يحرم من بينهم من هو معهم. فالله لا يحرمنا بركة المقربين والعارفين وأهل اليقين والتمكين. قال فالموقن من لازم الأعتاب وانتظر الفضل من الوهاب بقرع باب العمل الصالح والاقتراب مع عدم الالتفات إلى علمه وعمله، فإن رؤية ذلك تحتها أكبر حجاب، فلا تكمل له مع الله عبودية ما بقي فيه لغير الله نسبة، ولا تصفو له من التصوف شربة حتى يخرج عن نفسه وعن كل اختصاص عندك وصحبة هنا حتى يخرج عن نفسه وعن كل اختصاص وصحبة، أي لغير الله تعالى أو ما لا يقرب إلى الله، فإن ذلك باب لا يقرع إلا بالافتقار والاضطرار. باب كسب العلم التصوف والعلم اللدني لا يقرع إلا بالافتقار والاضطرار، ولا يفتح إلا بملازمة العلم المقرب إلى الله ومداومة الأذكار، ولا يدخل إلا البريء من النفس والدعوى والحول والقوة في جميع الآثار. فالفرار إلى الله تعالى الفرار، ففروا إلى الله، فما أقرب الطريق على الصادقين، ولا بد مع صدق الجهاد من نصر الله، ومع بذل الاجتهاد من فتح الله. لا بد مع صدق الجهاد من نصر الله. إذا صدقت في الجهاد فينصرك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن تنصروا الله ينصركم. ومع بذل الاجتهاد من فتح الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله مع المحسنين. فقال فالساقي باقي، لا إله إلا الله، ولا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فكم قربت المواهب الإلهية من عبد قاصي، وكم أنقذت يد العناية الربانية من زائغ وعاصي، فأصبح فوق ذرى المكرمات والنواصي. فما ينكر نعمة الله على عباده وفضله ويعادي أولياء الله وأهله إلا محروم، وذلك شان من غلب عليه الحسد وظلم نفسه ولم يزل دائما في كمد ونكد حتى أهلك نفسه بظلمه، وهو في الحقيقة مظلوم، ولا يضر المحسود شيئا بل يزيده الله فضلا ويتم نعمته عليه، سنة الله التي قد خلت من قبله مع الأنبياء والأولياء والقوم. وبهذا يبقى لنا
جلستين نكمل فيها بقية الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. يكون معنا اليوم بعد الظهر إن شاء الله مجلس في هذا المسجد، والختام في فجر الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فما أعجب الدلالات والإشارات في هذا الكتاب ينفعنا الله إن شاء الله به وبالمعاني التي فيه، ويعيد علينا عوائد القوم الذين صدقوا مع الحي القيوم وأدركوا سر العلم وسر العمل، وأدركوا من وراء العمل علوما خصهم الله بها في الذوق، وزاد منهم الشوق فلم يزالوا في رقي إلى فوق عليهم رضوان الله. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وانفعنا بالعلوم وارزقنا واسع الفهوم، وتولنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.